حاجه خدم عليها هي انه يحيد التمييز العنصري وبدا بالسبور. بحال مثلا السبور ديال الرugby اللي كانت الرياضه هي الرياضه المفضله في جنوب افريقيا، وكان الفريق ديالهم كاملين بيض. لكن السود ما كانوش كيبغيو هذا السبور، حيت كانوا ممنوعين يتخالطوا مع الفريق الابيض. لكن نيلسون مانديلا باش يقنع الشعب ان هذا الفريق كيمثل جنوب افريقيا كامله، خصنا نفتخروا به، ومن حق اي واحد دابا يلعب فيه اذا كان عنده، يعني اذا كان عنده الموهبه، اذا كان موهوب بالرugby، من حق اي واحد انه يلعب. وعرف كيفاش نيلسون مانديلا ينظم كاس العالم ديال الرugby تنظم في جنوب افريقيا. وحقا حتى السود بداو كيشجعوا الفريق ديالهم، وبدات كتحيد ذاك العقده ديال البيضين والكحلين، يعني عن طريق السبور، عن طريق بناء دي زيكيب، فرق. يعني فاش كتكون انت في واحد الفريق الاخوان، يعني بحال مثلا الميليتير، ما